السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض احلى كيك. هنعمل كيك استفندي، يوسفي او استفندي زي ما بتحبوه. مقاديرها زي الكيكة العادية بالظبط، بس احنا طبعا بنزود لها يعني ربع كوباية نشا كمان، وهي المقادير بقى زي ما حضراتكم شايفين. كوبايتين ونص دقيق ونص كوباية نشا يبقوا 3 كوبايات، وكوباية زبدة على زيت، ممكن زبدة بس ممكن زيت بس زي ما حضراتكم شايفين. كوباية ونص سكر. هنجيب الاستفندي طبعا نغسله ونعصره، وهنحتاج كوباية عصير. دي معلقة بيكنج باودر كبيرة. لو احنا عندنا، انا عندي علبة على بعضها، لو عندنا باكو بنحط باكو زي ما حضراتكم شايفين. وعصرنا الاستفندي اهو 3 بيضات، كوباية استفندي معصور، كوباية ونص سكر، وكوباية زبدة على زيت. ممكن زبدة بس ممكن زيت بس ممكن زبدة وقشطة زي ما حضراتكم عايزين يعني. طبعا هنركن كل ده على جنب بقى، وناخد ايه قشرتين استفندي كده نكون غاسلينهم كويس ونقطعهم. ما نخافش، مش بيبان طعم القشر ولا حاجة. دي بدل الفانيليا البرتقال، بدل ما نجيب فانيليا برتقال ناخد قشرتين كده بنكون غاسلينهم ونضربهم في شوية عصير استفندي، ونضربهم زي ما هما كده. حابين برضو نصفيهم نصفيهم، مش حابين نصفيهم ما بيبانش خالص يعني. طبعا كل ده هنشتغل بقى في الخلاط. هنحط 3 بيضات على قشر الاستفندي اللي احنا ضربناه على كوباية ونص سكر، وبيتضرب بقى كله في الخلاط. وان شاء الله يا رب تعجبكم حاجة جديدة. احنا عملنا الكيك بالبرتقال وعجبتكم قوي الحمد لله، طلعت ناجحة وجميلة. وبرضو كيك بالاستفندي تغيير، وبعدين ساعات بيبقى عندنا استفندي كتير بصراحة مش عارفين نعمل فيه ايه. بنخاف لا من الركنة يبوظ وكده، فبنعمله برضو زي ما حضراتكم شايفين. دي كوباية زبدة على زيت. ممكن زي ما انتوا عايزين بقى، ممكن زبدة بس، المادة الدهنية دي بقى براحتكم يعني. طبعا عشان فيه 3 بيضات بنحط فانيليا. ما نكترش الفانيليا عشان طبعا الاستفندي بيمنع ريحة البيض يعني. وبنضربه كده في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله يا رب تعجبكم واتمنى تجربوها. الكيك الاستفندي بيبقى طري شوية، وبيبقى فيه تلزيقة كده يعني حلو، بيبقى طعمه حلو جدا جدا، وتحس زي بناكل بالاستفندي. دول 3 كوبايات دقيق على نشا، كوبايتين ونص دقيق ونص كوباية نشا، او 3/4 كوباية دقيق، ونكمل الربع نشا يعني. المهم ان هما يبقوا 3 كوبايات، وبنقلب كده من تحت لفوق بالراحة عشان الكيك ما الهواء اللي فيه. ودي كوباية الاستفند اللي احنا حطينا بنحطها اخر حاجة. ممكن نحتاجها كلها ممكن ما نحتاجهاش كلها، على حسب ما بياخدش اكتر من كوباية يعني مع صورة يعني. ممكن نفس المقادير دي برضو بنعملها برتقان، ممكن نعملها استفندي زي ما حضراتكم شايفين كده. بتطلع قد ايه جميلة، وقد ايه بتطلع خفيفة جدا، وما فيهاش اي مواد صناعية ولا اي الوان صناعية ولا اي حاجة. القشرة الاستفندي زي ما حضراتكم شايفين كده بنحتاج قشرتين اتنين بس، بتاع اتنين برتقانتين استفنديتين يعني. قشرتين اتنين بس بنكون غاسلينهم، ونضربهم في الخلاط بشوية عصير الاول، وبعدين نضيف عليهم الحاجات. مش بتبقى باينة خالص خالص زي ما حضراتكم شايفين كده في الكيك. بس بتدي طعم جميل اوي ونكهة حلوة يعني، بتدي مزازة كمان حلوة يعني. هي تبقى بقى بالطريقة ديت. ممكن نحط في صينية ألمونيا، ممكن في بايركس. بس طبعا لو هنخبط البايركس كده يكون حاطين تحتيه اي حاجة، بحيث ان هو ما بيستحملش بصراحة يعني. وبيطلع من الفرن بنحطه على يعني على مكان سخن دافي يعني، مش بنحطه على حاجة ساقعة ولا حاجة عشان ما يتكسرش مننا. كده دخل قعدة تلت ساعة بالظبط في الفرن، مش بنشغل عليها الشواية ولا حاجة. زي ما حضراتكم شايفين كده. وممكن ممكن نسقيها برضو عصير استفندي على معلقة زبدة ونعمله زي المهلبية كده. ممكن نحط له اي حاجة، ممكن نحط على جوز هند. زي ما حضراتكم شايفين بقى هي بتقبل. ده كيس كريم كراميل كان عندي. اي حاجة بس ممكن تتاكل كده بتبقى جميلة اكتر واكتر كمان. ممكن يعني للتزيين ممكن جوز هند، ممكن نعمل كراميل في البيت ونحطه عليها. كريم شانتيه، اي حاجة موجودة عندنا في البيت. قد ايه بتطلع خفيفة، وقد ايه بتبقى حلوة ومفيدة كمان، ما فيهاش اي مواد حافظة ولا اي مواد صناعية ولا اي حاجة. ومفيدة لاولادنا. في اطفال ما بيحبوش البرتقال خالص ولا بيرضوا ياكلوه، بندخله لهم في اي، في الكيك، في المعجنات، في كل حاجة يعني. وان شاء الله اتمنى تجربوها، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. احلى اخوات واحلى متابعين، ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم يا رب ان شاء الله.
زي ما حضراتكم شايفين كده. بس طبعا بنحط له الكراميل ده بعد ما تهدى خالص وتكون بردت شوية، عشان طبعا ما يسيحش. كده احنا قطعناها، هي بيبقى فيها تلزيقة شوية. فلو احنا بقى عايزينها مثلا وشها يفضل كده كويس، بنحط السكينة بتاعتنا في مية سخنة واحنا بنقطع يعني. هتبقى بالطريقة دي كده. قد ايه طلعت خفيفة، وقد ايه لونها حلو، وقد ايه طلعت هشة. والله مش عايزة اوصف لكم بقى طعمها يعني. جميلة جدا، وان شاء الله حضراتكم اللي هتحكموا. اتمنى تشوفوا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. هتبقى بقى بالطريقة دي كده يعني الحمد لله طلعت ناجحة جدا جدا يعني، وتغيير في الاكل. وان شاء الله بألف هنا للي ياكل. واتمنى كده تتابعوها وتجربوها وتقولولي في التعليقات طلعت ايه. ان شاء الله يا رب تعجبكم. احلى اخوات واحلى متابعين، والسلام عليكم.